اجي نسولك بعدا، واش كتعرف ان عقد الشغل ماشي ديما كيكون ثابت؟ وشنو هي الاسباب اللي كتقدر توقف هذا عقد الشغل مؤقتا؟ تخيل انك مرضتي او وقعت شي حادثه شغل، واش عقد خدمتك غادي يبقى ولا يتوقف؟ واش الاضراب سيدي ولا الخدمه العسكريه او حتى الاغلاق المؤقت للشركه كيأثروا على العقد ديال خدمتك؟ وما تنساش تسول نفسك شنو الفرق بين عقد الشغل اللي كيكون محدد المده وغير محدد المده، وشنو كيتطلب باش هم بطريقه قانونيه. واش عمرك فكرتي شنو غادي يوقع الا بغيتي تستقل او المشغل بغى يسالي العقد معاك؟ ونزيدك شنو هي القوه القاهره وشنو علاقتها بانهاء عقد الشغل، وكيفاش كتكون الحمايه القانونيه للاجير الا المشغل سال معه العقد بطريقه قانونيه. واش التعويض كيشمل كل شيء اذا تم انهاء العقد قبل الاجل المحدد؟ هذه الحلقه سيادنا غادي تفتح لكم عينيكم مزيان باش تفهموا الحقوق ديالكم في الحالات اللي كتوقف او تسالى فيها خدمتك. ما تفوتش الفرصه وتابع الحلقه حتى الاخير باش تعرف حقك. السلام عليكم ومرحبا بكم سيادنا المشاهدين الاوفياء، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم اللي كيحط النقاط على الحروف في القانون المغربي. من حقك تعرف حقك، الحلقه 11 ومازال مستمرين في المواضيع ديال قانون الشغل. اليوم غادي نبداو موضوع جديد وحساس كيهم كل مغربي كيخدم او كيدبر على حقه في خدمته، اللي هو توقف عقد الشغل وانهاؤه. في هذا الجزء الاول لهذه الحلقه غادي نهضروا على الاسباب اللي كتوقف بها خدمتك مؤقتا. واش عندك الحق تضمن منصبك حتى في حالات صعيبه بحال المرض، الخدمه العسكريه او حتى الاضراب؟ غادي نتعمقوا باش نشرحوا الفرق بين عقود الشغل اللي كتكون محدده وغير محدده المده، وكيفاش كيتسالاو بطريقه قانونيه مع ضمان جميع الحقوق ديالك. ولكن هذا الشيء اسيادنا غير البدايه في هذه الحلقه، لان الجزء الثاني في الحلقه الجايه غادي ندخلوا في الموضوع اللي كيخلع بزاف، كيفاش المشغل كيقدر يفصلك من الخدمه، شنو هي المبررات المعقوله والاخطاء الجسيمه اللي كتكون من طرفك او من طرف المشغل. ما تفلتوش هذه الحلقه سيادنا، حيت غادي تعرفوا فيها اسرار وقوانين مهمه اللي كتحدد مصير خدمتك وحقوقك. خليكم معنا ونتمنى لكم متابعه غنيه وممتعه بالمعلومات. سيدي، واش كاين شي حالات اللي كيتوقف فيها عقد الشغل ديال الاجير ولكن ما كيتفسخش العقد نهائيا؟ وشنو الفرق بين التوقف المؤقت ونهايه العقد؟ الجواب ديالك سيدي كنوجدوه في الماده 32 اللي كتحدث لنا على توقف عقد الشغل مؤقتا. هذه الماده سيادنا كتوضح الحالات اللي كيتوقف فيها عقد الشغل بشكل مؤقت، يعني الاجير كيبقى مرتبط بالمقاوله او المحل او المصنع او الشركه، ولكن ما كيبقاش خدام فعليا، وهذا الشيء بلا ما يتفسخ العقد. خليني نشرح لك مزيان باش نوضح لك الامور. عقد الشغل سيادنا كيتوقف مؤقتا في الحالات التاليه: اولا الخدمه العسكريه الاجباريه، اذا كان الاجير ملزم بالخدمه العسكريه الاجباريه عقد الشغل كيتوقف حتى يكمل المده ديال الخدمه ويرجع يخدم. ثانيا المرض او الاصابه، اذا مرض الاجير ولا تعرض للاصابه وعنده شهاده طبيه كتثبت هذا الشيء كيتوقف العقد حتى يتشفى مزيان ويرجع للخدمه. ثالثا الحمل والولاده، الحوامل سيادنا عندهم الحق في توقف عقد الشغل خلال فتره قبل الوضع وبعده، وهذا الشيء وفق الشروط اللي جابها القانون في المادتين 154 و 156 اللي غنوصلوا لهم ان شاء الله في الحلقات القادمه. رابعا العجز المؤقت بسبب حادثه شغل او مرض مهني، اذا تعرض الاجير لحادثه شغل او مرض مهني كيتوقف العقد سيادنا مؤقتا حتى يتشافى. خامسا التغيب المسموح به قانونيا، كاين حالات معينه اللي مسموح فيها الاجير يتغيب، بحال اللي جاوا في المواد 274 و75 و77 وغنوصلوا لهم حتى هما. في هذه الحاله عقد الشغل كيتوقف مؤقتا. سادسا مده الاضراب، في حاله الاضراب اللي كيكون قانوني كيتوقف العقد ولكن كيبقى ساري مفعول. سابعا الاغلاق المؤقت ديال المقاوله، الا تسدات المقاوله بشكل مؤقت وبطريقه قانونيه كيتوقف العقد ديال جميع الاجراء حتى تفتح المقاوله من جديد. وبالنسبه للملاحظات المهمه في هذه الماده، عقد الشغل
محدد المدة. إذا كان العقد محدد المدة كينتهي بمجرد ما يكمل الأجل المحدد ليه، حتى إذا كانت وحدة من الحالات اللي الفوق. أما بالنسبة للتوقف المؤقت، التوقف سيادنا كما قلنا ما كيعنيش فسخ العقد، يعني الأجير كيبقى مرتبط بالشركة قانونيا، وملي تنتهي الظروف اللي سبات التوقف كيرجع يخدم بلا مشاكل. غتزيد نضرب لك أمثلة واقعية. مثال: أجير تعرض لحادثة شغل وتعرض لعجز مؤقت لمدة شهرين. خلال هذه المدة عقد الشغل كيتوقف، وملي يشفى كيرجع يخدم في البوست ديالو. أو لا شركة سدات مؤقتا بسبب الإصلاحات لمدة شهر، الأجراء كيتوقفوا على العمل مؤقتا ولكن كيبقاو مرتبطين بالشركة حتى تفتح. أو لا أجيرة حامل خدات عطلة الأمومة قبل الوضع وبعده، وعقدها هنا كيتوقف مؤقتا خلال هذه المدة. وسيدي، شنو هي الحالات اللي كينتهي فيها عقد الشغل محدد المدة؟ واش إلا شي طرف بغى ينهي العقد قبل الوقت شنو كيتطلب منه؟ شنو هي الوضعية ديالو في القانون؟ الجواب سيادنا موجود في المادة 33 اللي كتهضر لنا على كيفية إنهاء عقد الشغل محدد المدة. هاد المادة سيادنا كتشرح كيفاش كينتهي عقد الشغل محدد المدة وشنو كيتطلب إلا بغى شي طرف ينهي العقد قبل الأوان. خليني نشرح لك مثال باش تفهم. انتهاء العقد في حالتين: بحلول الأجل المحدد، بمعنى إذا كان العقد محدد المدة مثلا عام بينك وبين المشغل، غادي ينتهي مع نهاية هذه المدة اللي متفق عليها. ثانيا بانتهاء الشغل، كينتهي هذا العقد مثلا إذا كان العقد مربوط بشي خدمة معينة، مثلا مشروع بناء، كينتهي العقد مباشرة ملي تكمل الخدمة اللي كنتم متفقين عليها. أما بالنسبة لإنهاء العقد قبل الوقت، إذا بغى شي طرف ينهي العقد قبل ما يوصل الأجل خاصو يعوض الطرف الآخرين إلا في جوج ديال الحالات استثنائيات اللي هما: خطأ جسيم، إذا دار شي طرف خطأ كبير بحال الغش، السرقة، الإهمال والخطير، هنا كيتفسخ العقد يعني وكيكون تعويض آخر. أما بالنسبة للقوة القاهرة، إذا وقع شي حدث خارج السيطرة بحال كارثة طبيعية ولا وفاة. أما بالنسبة للتعويض سيادنا، إذا ما كانش هذا الإنهاء مبرر خاص الطرف اللي دار الإنهاء قبل الوقت يعوض الآخر بمبلغ كيساوي الأجر اللي كان غادي يتخلص على المدة المتبقية في العقد. خليني نضرب لك أمثلة باش تفهم مزيان. مثال: أجير خدام بعقد محدد المدة لمدة عام وباقي 3 شهور على نهاية العقد. قرر المشغل ينهي العقد بلا مبرر. في هذه الحالة المشغل خاصو يعوض الأجير بمبلغ كيساوي أجر ديال 3 شهور. مثال: مقاولة تعاقدت مع أجير لإنجاز واحد المشروع معين، ومن بعد سيادنا شهرين من البداية كملوا المشروع. العقد هنا كينتهي مباشرة ملي كيتسال الخدمة. أو لا مثال آخر: إلا ارتكب مثلا الأجير واحد الخطأ جسيم بحال زور وثائق، المشغل عنده الحق ينهي العقد بلا ما يعطي تعويض لهذا الأجير، ولكن عنده عاوتاني حق المشغل أنه يطالب بالتعويض من الأجير ليه إلا كان هذاك سميتو الضرر ديال الخطأ الجسيم سبب ليه شي ضرر كبير. أما بالنسبة لهذه الأهمية ديال المادة الإخوان، كتقول لنا أنه كتضمن حقوق الطرفين في حالة إنهاء العقد وكتحميهم من القرارات العشوائية، وكتفرض لنا مبدأ المسؤولية ملي كيتاخذ واحد القرار بإنهاء العقد، وكتحدد لنا شنو هو الخطأ الجسيم وشحال خاص يكون التعويض اللي غنهضروا عليه في الحلقات الجاية. سيدي، شنو هي الشروط اللي كتنظم إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة؟ واش المشغل والأجير عندهم نفس الحقوق في هذه الحالة؟ هذا سؤال مهم بزاف، لأن العقد الشغل غير محدد المدة هو أكثر أنواع العقود شيوعا وانتشارا بين الناس اللي كيخدموا. هذه المادة سيادنا اللي هي المادة 34 اللي كتحدث لنا على إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة كتوضح كيفاش يمكن للطرفين المشغل أو الأجير ينهيو عقد الشغل غير محدد المدة، وكتحدد الشروط اللي خاصهم يلتزموا بها، لأن عقد الشغل محدد المدة هو اللي شرحناه في المادة السابقة. غنشرح لك مزيان ونضرب لك أمثلة باش تفهم. أولا: إنهاء عقد من طرف المشغل سيادنا عنده الحق ينهي العقد، ولكن بشرط يحترم القوانين اللي كتنظم هذه العملية، خصوصا ما يتعلق بأجل الإخطار اللي جا مذكور في الفروع الأخرى. يعني المشغل ما يمكنش يفصل الأجير بطريقة عشوائية أو بلا ما يعطيه فرصة يستعد ويرتب أموره ويخبره. أولا بالنسبة باش نزيد نشرح لكم أكثر: إنهاء العقد من طرف الأجير، الاستقالة. الأجير سيادنا عنده الحق يستقل، ولكن
ولكن خاصو يصادق على الاستقاله ديالو في شي جهه مختصه بحال المقاطعه او الجماعه. بحال المشغل خاص الاجير ديما حتى هو يحترم اجل الاخطار، يعني يعطي المشغل الوقت باش يلقى بديل او يرتب اموره. نضرب لك امثله باش تفهم اكثر. اولا مشغل قرر يفصل الاجير بعد 5 سنين من العمل، في هذه الحاله خاص المشغل يعطي الاجير اجل الاخطار مثلا شهر ولا اكثر حتى حسب القانون باش ما يفاجئوش بالفصل. مثال الزوج اجير خدام في الشركه ولقى فرصه عمل جديده، قرر يقدم استقالته ومشى صادق عليها مثلا في المقاطعه، ومن بعد بدا كيدوز فتره الاخطار اللي هي بحال شهر مثلا. بحال الشركه تاخذ الوقت الكافي تلقى شي شخص جديد. اهميه هذه الماده سيادنا كتحمي الطرفين اللي هما المشغل والاجير من القرارات المفاجئه اللي تقدر تسبب مشاكل ماديه او معنويه. كتفرض نظام واحترام متبادل بين جوج ديال الاطراف اللي هما الاجير والمشغل، وكتعزز ديما الشفافيه والوضوح في عمليه انهاء العلاقه ديال الخدمه. وبهكذا سيادنا غنكون وصلنا معكم لنهاية الحلقة ديال اليوم اللي تناولنا فيها الجزء الأول من هذا الموضوع الشيق والمهم بزاف، توقف عقد الشغل وإنهاؤه. اليوم فهمنا شنو هي الحالات اللي كيتوقف فيها عقد الشغل مؤقتا، وعرفنا كيفاش القانون كيوفر الحماية للأجير حتى في ظروف صعيبة. ولكن هذا الشيء سيادنا غير البداية. في الحلقة الجاية غادي ندخلوا في عمق الموضوع، الفصل من العمل، شنو هي المبررات المقبولة وغير المقبولة، وشكون عنده الحق، شنو هي الأخطاء الجسيمة اللي يمكن تكون سبب في الفصل سواء من طرف الاجير او المشغل، وكيفاش تضمن حقك بلا ما تضيع. وما تنساوش العلم بالقانون هو الوسيله اللي غادي تحمي حقوقكم ويخليكم واقفين في كل موقف. تابعونا في الحلقه الجايه وحطوا لنا اسئلتكم وتساؤلاتكم في الكومنتات، حيت الهدف ديالنا نبسطوا القانون لكم باش ديما نكونوا على بال. شكرا على متابعتكم، وخليوا لنا اعجاب واشتركوا في القناه وخليوا القناه تنشر بالناس باش كل شيء يستافد من المعرفه. وخليكم ديما واعيين وخليكم ديما قريبين من حقكم. الى اللقاء في حلقه جايه من باذن الله من برنامج من حقك تعرف حقك.